بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. في فيلم البحث عن فضيحة اللي هو كان اول بطولة مطلقة للفنان عادل امام وشاركوا عدد كبير جدا من النجوم، كان طبعا على رأسهم سمير صبري وميرفت امين وعدد اخر من النجوم، ودي كانت بداية او كانت الانطلاقة الحقيقية لعادل امام في عالم السينما. اللقطة اللي قدام حضراتكم دي صورة من الفيلم، صورة من داخل الفيلم. في احد الاشخاص واقف جنب سمير صبري، ممكن ناس كتير ما تعرفوش، ولكن الشخص ده كان من الناس المشهورين جدا. ما كانش مشهور في مجال السينما او مجال الفني، ولكن كان مشهور في مجال السيرك. الشخص ده هو مدرب الاسود محمد علي الحلو. اللقطة دي في الفيلم ده المفروض ان سمير صبري كان بيحاول يساعد عادل امام انه يتودد لميرفت امين اللي هو مش عارف يلاقي لها سكه عشان يتعرف عليها، فسمير صبري اقترح عليه انه يأجر حد بالفلوس ويبدا يعاكس ميرفت امين، فعادل امام يتدخل يضرب الشخص اللي هيتم تأجيره بالفلوس ده على انه يكون شخص قوي البنيان يعني طول بعرض، فبالتالي ميرفت امين تقع في حب عادل امام. فسمير صبري جاب هذا الشخص اللي هو مدرب الاسود محمد علي الحلو اللي هو ظاهر قدام حضراتكم في الصوره، على اساس ان هو يقوم بهذا الدور. ولكن المفروض المشهد اللي في الفيلم ان كان عادل امام اشتبك مع واحد كان بيعاكس ميرفت امين بجد، وعادل امام كان علقه صح يعني في الفيلم. المهم عشان ما ندخلش في احداث الفيلم، يعني طبعا اكيد حضراتكم متذكرينه او عارفينه. الشخص ده محمد علي الحلو زي ما انا قلت ما اشتغلش في السينما كتير، اشتغل في بعض الاعمال يعني الفنيه، ولكن هو ما كانش المجال الرئيسي بتاعه السينما، ولكن كان المجال الرئيسي بتاعه هو تدريب الاسود في سيرك الحلو، طبعا السيرك الشهير اللي هو غني عن التعريف. للاسف الشديد مدرب الاسود محمد علي الحلو اللي في الصوره قدام حضراتكم يعني كانت نهايته نهايه مأساويه بجد، نهايه مأساويه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، حيث تم انهاء حياته على ايد احد اسوده. الاسد ده كان اسمه سلطان يا جماعه. القصه انه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي كان في عرض لسيرك الحلو، عرض الاسود، وطبعا كان محمد علي الحلو هو اللي بيقوم بهذا العرض. اثناء العرض كان في اسدين وكان في لبؤه، يعني اللي هي انثى الاسد كانت موجوده، وانثى الاسد دي المفروض انها تخص الاسد سلطان، والاسد ده كان يعني بيتم تدريبه طبعا زي بقيه الاسود، ولكن ده كان الاسد اللي هو قريب جدا من محمد علي الحلو سلطان. كان في اسد تاني موجود معاهم في نفس القفص يعني اثناء العرض اسمه جبار. يبقى كان عندنا سلطان وجبار وكان في اللبؤه. جبار حاول ان هو يتودد او يتقرب بحركات بقى الاسود او الحيوانات لهذه اللبؤه، فسلطان غار على اللبؤه بتاعته، وبالتالي حاول يشتبك مع جبار، وكان العرض هيحصل فيه خلل. فمحمد علي الحلو زي ما تقولوا كده حب يأدب سلطان، فراح مديله لطشه كده بالكرباج او الصوت يعني. سلطان ما نسيش الضربه دي، واضح كده انه ما نسيش. طبعا احنا بنحلل يعني نفسيه الحيوان، يعني طبعا ده الكلام اللي اتقال وقتها والى الان بيتقال كده. والعرض مشي عادي جدا، وفي نهايه العرض محمد علي الحلو راح عشان خاطر يحيي الجمهور، واذا بسلطان الاسد بتاعه اللي هو مربيه، اللي محمد علي الحلو مربيه من ساعه ما كان شبل صغير، يهجم عليه هجوم ضاري، يهجم عليه هجوم شديد جدا ويحاول ان هو يفتك بيه. تخيل الاسد بقى بيهجم على الانسان، والاسد حر طليق، وبالتالي تخيلوا بقى ممكن يعمل ايه، واحدث بيه اصابات فظيعه، وطبعا تم تخليصه من انياب الاسد بشكل يعني تراجيدي، يعني ما كانوا يحاولوا يخلصوه بكل السبل الى ان تم يعني تخليصه من بين انياب الاسد سلطان. طبعا انتقل الى المستشفى، وبعد ايام قليله توفى، لان كانت الاصابات بالغه اللي احدثها، لان سلطان هجم عليه، او الاسد سلطان يعني هجم عليه بغل شديد، يعني اسد وبيهجم بغل كمان. طبعا مدير السيرك طبعا بعد الحادثه المأساويه دي اللي مصر كلها كانت عارفاها ولازال ناس كتير جدا متذكرها الى الان، تم نقل الاسد الى حديقه الحيوان. طيب الاسد بقى سلطان ده يعمل ايه؟ سلوك غريب جدا. هو الاسد تصرف وفقا لفطرته او لنزعته، وفقا لفطرته. حتى محمد علي الحلو على فكره من الاشياء اللي قيلت عنه يعني رحمه الله عليه، ان هو طلب ان ما حدش يأذي الاسد. يعني تخيلوا هو بيموت طلب ان ما حدش يأذي الاسد، لانه عارف ان دي فطرته وعارف ان دي نزعته،
وعارف انه ممكن يكون عمل كده لسبب ما. تخيلوا الكلام ده اتقال يا جماعه. فالاسد سلطان بعد ما اتنقل لحديقه الحيوان حبوا يدخلوا معاه لبؤه اخرى عشان يعني يبقوا مع بعض في القفص، فهاجمها هجوم شديد جدا وخرجوها لانه كان هيقضي عليها. وفضل ايام كتيره جدا لا ياكل ولا يشرب، ممتنع تماما على الاكل والشرب. الله اعلم بقى سيكولوجيه الحيوان بقى، النفسيه بتاعت الحيوان دي، اللي فاهم في الكلام ده يا ريت يدلنا، لان الكلام ده حصل فعلا يا جماعه. وبعد ما امتنع الاكل والشرب فتره طويله، بدا يعض في ديله لغايه لما قطع ديله. انتوا متخيلين؟ وبعد كده لاحظ بيحاولوا يوقفوه مفيش فايده، بدأ يعض في نفسه، في ايده وفي جسمه، لغايه لما شرح نفسه على الاخر، بهدل نفسه وبدأ ينزف وحصل له زي تلوث وتوفي الاسد سلطان. هل سلطان اتقال في التوقيت ده ان سلطان عمل كده في نفسه حزنا وكبدا على مدربه وعلى الشخص البني ادم اللي رباه واعتنى بيه منذ ان كان شبلا صغيرا؟ الكلام ده اتقال، وانا يعني اغلب الظن ان فعلا ده حصل. القصه دي قصه حقيقيه حصلت فعلا، اللي حصل لمحمد علي الحلو حصل فعلا، والاسد سلطان عمل كده بالفعل. وطبعا في ناس كتير جدا اتكلمت في هذه الجزئيه. هل الاسد سلطان عمل كده لانه حس بتأنيب او لانه بينتقم من نفسه؟ هل الحيوانات والاسود بشكل خاص عندهم هذه النزعه؟ يعني الاسود بطبيعتها مفترسه، ولكن هل الاسد فعلا يعني زعل من اللي عمله على صاحبه وبالتالي ارتكب هذا الفعل في نفسه؟ الله اعلم. ولكن واضح جدا ان هو عمل كده لان مفيش اسد طبيعي هيدخل له مثلا لبؤه ومش هيتزوج معاها او مش هيتحط له اكل ومش هياكل. يعني لو هو مش في دماغه او مش فارقه معاه لانه هاجم شخص بفطرته ونزعته، لا ده هو هاجم، واضح ان هو هجم على محمد علي الحلو لانه هو ضربه بالصوت، ولكن بعد كده حس بتأنيب ضمير بقى. يعني برضك انا مش قادر اوصل برضك ليه التصور بتاع زي ما قلت سيكولوجيه او نفسيه الحيوان، ولكن واضح ان الاسد فعلا قام بيعاقب نفسه بما انه هو خلص على نفسه. الاسد نفسه انتحر، يعني لو هنستخدم مثلا لفظ او انهى حياته بنفسه. الاسد قام بانهاء حياته بنفسه حزنا على المدرب بتاعه. لو كان ده فعلا حقيقي، وانا اظن والكلام ده وفي ناس طلعت اتكلمت فعلا، يبقى حتى الاسود اوفى من بعض البشر. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.